فسننظر إلى مشايخهم كيف سيردون على هذه الأمور، وهل هم راضون بها أم غير راضين بها. وننظر إلى المتوقف، هل سيبقى متوقفا أم يدافع عن الحق؟ نسأل الله السلامة والعافية إلى ما آل إليه الأمر وما وصلنا إليه والعياذ بالله. فقطعت اليد التي امتدت إلى كتب علماء السنة وقاموا بحقها، قطعت هذه اليد، وعامل الله عز وجل أهلها بما يستحقون. أي ظلم هذا وأي إيذاية هذه لأولياء الله عز وجل؟ أين وصل الظلم والإيذاء والتجبر والغلو في الغلو في الطعن وفي الكذب والافتراء على علماء السنة، أن يصل بك الأمر وأن تحرق كتب علماء السنة. منكر عظيم، منكر عظيم وظلم كبير، كيف يتحمله الإنسان المسلم الذي يخاف الله عز وجل ويخاف الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وقرأ من الآيات والأحاديث وكلام العلماء في حرمة العلماء وفي مكانة العلماء ومنزلة العلماء وفي لحوم العلماء. كيف يرضى لنفسه أن يفعل هذا الأمر، بل أن يعين على هذا الأمر أو أن يفتي بهذا الأمر؟ عامله الله بما يستحقون. صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا